مساء الفل عليكم. ريفيو النهارده لفيلم تويستر، وهو من نوعيه افلام الكوارث الطبيعيه. هل هو قدم جديد ويستحق المشاهده؟ الفيلم فاجئني بسبب تماسك قصته والسيناريو جيد جدا وفي نفس الوقت بسيطه جدا، وعلى قد ما هي حبكه تبان مأساويه بس هو قدر يقدمها في جو كوميدي خفيف، والنكت حقيقي موفقه، بس مشكلتها انها اختفت بالتدريج لغايه نهايه الفيلم، ما كانتش موجوده تقريبا. بس عايز اشيد بالاهتمام بالشخصيات وعلاقتهم ببعض على المستوى الدرامي والعاطفي، وده برضو يرجع للاداء التمثيلي الجيد جدا من جلين باويل، انتوني راموس، كيرنين شبيكا، واخيرا دايزي ادجار جوينز. الاربعه موفقين جدا. وطبعا على مستوى الاكشن والمغامرات الفيلم كان رهيب، وكل تسلسل ممتع جدا. على مستوى الصوره والمؤثرات البصريه والسمعيه رائعين جدا. ممكن تكون مش جديده بس المجهود كان يحترم جدا. بشكل عام فيلم حلو جدا وفيه متعه مش طبيعيه، وبرشحه لكم جدا، وتجربه مميزه ومشبعه من حيث كل العناصر السينمائيه. تقييم النهائي 8.5 من 10.